يا مساء الفل والجمال، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم. الشهر بيجري بطريقه رهيبه، ايام رمضان كلها ايام حلوه وجميله، بس بتجري جدا. احنا النهارده خلاص يعني عدينا نص رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب دايما في احسن حال. منتخب مصر خسارة من كرواتيا 4-2 بعد ما كسبنا نيوزيلندا في المباراة الأولى 1-0. تعالوا بقى نتكلم عن تجربة منتخب مصر بعد مباراتين. هل ينفع نقيم مدرب بعد مباراتين؟ لا. هل نقدر نحكم على المدرب بعد مباراتين؟ لا. لكن ممكن بعد المباراة الأولى المباراة الثانية تطلع بعض الأفكار الفنية اللي بيعملها المدرب في الماتش، وهو بيدافع وهو بيهاجم وهو بيعمل بنى الهجمة، حاجات كتيرة جدا من الكلام دوت. طيب، هل كابتن حسام ما يستحقش التحية أولا على فكرة إنه وافق إنه يلعب المباراة الوديه او البطوله الوديه دي ويلعب ضد كرواتيا، واحد من اقوى منتخبات العالم؟ فالراجل ما قلقش انه يلعب ويخسر، وفعلا لعب وخسر، وده بالنسبه له حاجه تحسب له من وجهه نظري. كان ممكن يقول لك لا يا معلم انا مش لاعب، لا العب واخسر وتعمل لي مشكله. الراجل ما خافش ولعب وما عندوش مشكله. الحاجه الثانيه، الملعب فعلا مبهر، شكله يفرح، الملعب خطير. الاحلى والاجمل النهارده لما الجماهير ملت الاستاد، حاجه تحفه الحقيقه وحاجه تفرح. بقالنا كتير ما شفناش ماتش للمنتخب، حتى ده ماتش ودي طبعا، وجود كرواتيا واستاد جديد وكل الكلام دوت، لكن الملعب هو الجمهور هو مقفل الملعب، حاجه مبهره وحاجه تفرح. يا رب ملاعبنا كلها ترجع تتملي بالجماهير زي زمان. الموضوع ده بيفرق معانا قوي يا جماعه، وبيفرق في شكل البطوله، بيفرق في شكل الدوري، بيفرق في شكل كل حاجه. حتى اللعيبه نفسها تتعود على وجود الجماهير. ان شاء الله يا رب واحده واحده الجماهير ترجع، وحتى شغف الجماهير انها ترجع الملعب يرجع زي زمان. بعد ماتش نيوزيلندا اتكلمت وقلت ان في مشاكل في منتخب مصر في الحته الدفاعيه تحديدا. اتكلمت في كوره بلس، اتكلمت في ملعب اون مع كابتن شوبير، وان شاء الله بعد يوم الاربعاء بالليل في حلقه ملعب اون هتكلم اكتر بالحالات اللي مهتم يعني يشوف الحالات عن منتخب مصر في ماتش كرواتيا. منتخب ماتش نيوزيلندا كان عندنا مشاكل كل ما بنضغط من قدام ما بنعرفش نجيب الكوره. عندنا مشكله كبيره جدا في الضغط، عندنا مشكله من وجهه نظري في الطريقه اللي اختارها كابتن حسام حسن في الدفاع، انه بيرجع تريزيجيه ومرموش قوي اللي تحت، يخليهم اتنين باكات كانهم باك يمين او باك شمال، او على الاقل واحد منهم فنبقى خمسه واحيانا سته، ويدخل محمد هاني ومحمد حمدي في العمق. فيبقى منتخب مصر بيدافع 6-3-1 او احيانا 6-2-2. ده منظر يكون مقبول لما تلعب قدام خصم اقوى منك وبتدافع في اخر 5 6 دقائق، فبتلعب تحت الكوره ومموت نفسك. اولا بتستنزف عمر مرموش وتريزيجيه في التحولات، ما بيقدروش يعملوا اي تحولات. ثانيا هم مش لعيبه طرف، فما بيعرفوش يدافعوا في الواحد على واحد، وبتدخل الاظهره بتاعتك ونص ملعبك بيتكشف. انت لو بقيت ثلاثه بعرض الملعب وفي ظهرهم سته، اللعيبه دي مع كل كره يمين وشمال في الترحيل بيبقى عندك مشاكل، وبتحط لعيبتك على طول في موقف واحد على واحد على اطراف الملعب. فانا مش مقتنع بالطريقه مع كامل الاحترام والتقدير، واتمنى ان كابتن حسام حسن يعيد صياغتها، لان برضه مش هتقدر تعمل كده مع محمد صلاح. مش عشان صلاح مش بينفذ تعليمات المدرب، عشان مش منطقي يكون عندي محمد صلاح وارجعه يدافع كانه باك رايت عشان ادخل محمد هاني في العمق فدافع ب5 لعيبه. صلاح لازم يكون متحرر عشان التحولات الهجوميه بتاعتك لو انت قررت انك هتدافع، واحنا دافعنا قدام نيوزيلندا. تعال بقى نروح لماتش كرواتيا. ماتش كرواتيا اولا بدانا الجيم باكرم مكان امام عاشور، نلعب 4-3-3 برضه، مروان عطيه، قفشه، اكرم توفيق، وبقيه التشكيل هو زي ما هو، ما فيهوش اي اختلاف. كان عندنا مشاكل كبيره جدا، لعبنا شويه ضغطنا. كنا بنضغط ازاي بقى؟ كنا بنضغط ان اكرم توفيق كان بيلعب مان تو مان على لوكا مودريتش طول الجيم، طول الوقت لوكا مودريتش بيتحرك يمين وشمال، اكرم توفيق. اكرم لعيب قوي فيزيكال، فهو عايز يجري كتير ورا لوكا مودريتش. لوكا مودريتش لعيب وورلد كلاس، فالراجل بيستلم الكرة ويلف ويسلمها وهم عارفين. ومروان عطيه في ظهرهم، وقفشه كان بيطلع يضغط من قدام على بروزوفيتش عشان يحرم منتخب كرواتيا من الطلوع بالكوره على قد ما يقدر. وفي نفس الوقت كان عندك الطرفين بتوعك بيرتدوا، فانت عندك 2 او 3 لعيبه. مصطفى محمد بياخد خطوتين من ورا، لكن يا جماعه ما عندناش اسلوب واضح للضغط. احنا مش بنضغط بطريقه ما. يعني اما بتيجي تضغط بتقول ايه؟ والله الراجل المهاجم ايام كيروش بيضغط على اللعيب رقم 6 اللي هو بروزوفيتش مثلا، فبالتالي قفشه بيضغط على لعيب رقم 8 تاني، وبالتالي جنبه اكرم توفيق بيضغط على مثلا لوكا مودريتش. مروان عطيه بيكون عنده حريه في ظهرهم، لان انت بتسيب الكوره في رجل واحد من الاثنين المساكين. بيبقى بتسيب الكرة في رجله عشان المساك ده مش هيعرف يعمل حاجه بالكرة غير لما يطلع على حد من زمايله. لما يلاقي اللعيب رقم 6 والاثنين الثمانيات بتوع كرواتيا مقفول عليهم، هيضطر يلعب على طرف من اطراف الملعب اللي انت حاطط فيه الاجنحه بتاعتك، او انت بتلعب كره طوليه فالديفنس بتاعك يتعامل معاها. احنا عندنا مشكله ان مصطفى ملوش دور معين في الضغط، قفشه ملوش دور معين في الضغط. الوحيد اللي كان واضح له الدور هو اكرم توفيق، بيطلع يضغط ورا اللعيب. وهل اكرم
انا اسف، هل قفشه لعيب قوي في الضغط؟ هل احنا شفنا قفشه قبل كده بيضغط بقوه واجريسيف، او حتى ايفن بيعرف يقفل زوايا تمرير عشان يحرم الخصم من الكوره؟ الكلام ده ما بيحصلش. فانت عندك مشكله رهيبه ان انت بتختار عنصر. دي قناعات كابتن حسام حسن، واتمنى ان البطوله دي تغير كتير من قناعات كابتن حسام في تاكتكس، وتغير كتير جدا من قناعات كابتن حسام حسن حتى في اختياره للعيبه. ما بقولكش ما تختارش قفشه، لكن ما تلعبش بقفشه قدام كرواتيا وتطلب منه ادوار دفاعيه، لان الراجل ولا قادر يعمل الادوار الدفاعيه ولا قادر ينقلك هجوميا. طب ليه قفشه؟ عشان كابتن حسام اختار في الماتش الاولاني واختار في الماتش الثاني ان اللعيبه الثمانيات يفتحوا عرض الملعب وينزلوا تحت قوي، هم اللي يستلموا الكوره، والظهير الباك اللي هو الباك رايت والباك ليفت يطلعوا قدام، يبقوا على نفس الخط كده جنب عمر مرموش او جنب مصطفى محمد، هم اللي بيعلقوا قدام. فدي طريقه البيلد اب اللي اختارها كابتن حسام حسن. طيب يبقى دي عندك مشكله، قدرت تسجل من ضربه ثابته، وبعديها بعد الضغط فضلت تضغط كويس ومتماسك الى حد ما لغايه ما كرواتيا سجلت الهدف الاول فيك، والهدف مسؤول عنه ابو جبل. حتى لو الكره عملت ديفليكشن انا بشوف ان الكره برده في الاخر كانت تتصاد. ومن بعد كده انهار منتخب مصر تماما. بدانا نتحول الى فريق بيجري ورا الكوره، بيجري ورا الكوره مش بيضغط، خاصه الشوط الثاني. منتخب مصر يا جماعه عنده مساحات مرعبه في نص الملعب. انت بتلعب بديفندر وحيد اللي هو مروان عطيه، اكرم بيطلع يضغط من قدام، ولما غيرت اكرم ولعبت بكوكا مع الشوط الثاني لما نزل كوكا لعيب كويس وكورته حلوه. وانا بشوف ان كوكا على فكره عنصر مهم يقفل برده في نص الملعب، وكورته حلوه يساعدك في الضغط، ولعيب عنده ورك ريت قوي. ولكن نص الملعب اتفتح منك تماما، الملعب اتمط. منتخب مصر بدل ما يدافع ويلعب في كتله 20 يارده، لقيت منتخب مصر بيلعب بطول الملعب. طب مين اللي بيضغط؟ في لقطات بتلاقي مصطفى وقفشه في ظهر بعض بيضغطوا على لعيب، طب الراجل التاني فاضي. طب تريزيجيه ومرموش بيهتموا ان هم يرجعوا لورا فما بيضغطوش، فانت بتفرد 5 بعرض الملعب واربعه عاملين زي الدايموند كده، عاملين زي السامبوكسه كده، مروان عطيه، قفشه مثلا، واكرم، وبعدين مصطفى محمد. يا جماعه في لعيب يعني انت بتضغط من الحته دي وسايب اطراف الملعب، فاي لعيب من لعيبه كرواتيا بيقف على الكوره بيبص يلعب الكوره على الطرف بيطلع بالكوره ما عندوش مشكله. ولو قفلت على الطرف بتتلعب في ظهر قفشه وفي ظهر مصطفى محمد اللي ما عندهمش اطوار واضحه في الضغط. ده مش غلطتهم، دي مشكله ان كابتن حسام مش محفظهم اضغط ازاي. فتحولنا الى منتخب بيجري ورا الكوره، بيجري. احنا جرينا كتير قوي في الماتش ده، والكوره مش بالجري. انا اتخيل يعني لو اخدنا معدلات الجري بتاعت منتخب مصر قدام معدلات جري منتخب كرواتيا هنكون جرينا اكتر منهم. بس مين جري ومين كسب ومين عارف يدور الكوره ومين عارف يطلع بالكوره ومين عارف يعمل اللي هو عايزه؟ هم مش احنا. فيبقى اذا انت عندك مشكله في القصه دي. طيب ثانيا التغييرات، ومنتخب مصر متاخر. طيب تعالى نقف بس عند حته قبل التغييرات. الجون الثاني، الجون الثالث، ثلاث اربع فرص الشوط الاول كلهم من كور ثابته. احنا مش عارفين نقف في الكره الثابته والكره العرضيه. الكره العرضيه بتلعب، واحد بيطلع يحطها بدماغه، ما اخدناش ولا واحده. ابو جبل ما طلعش في ولا واحده، وما اخدناش ولا واحده. القريبه في حلق الجون الكورنر، جون صعب قوي يعني، جون يدرس ازاي تدافع غلط، ازاي الراجل ده نط حط الكره بيتكوفيتش ده لوحده كده، وبعدين فجاه لقيت المنتخب كلهم بيشاوروا لبعض ايه ده مين ده؟ في فدان، الراجل طلع حط الكره لوحده. طيب الجون الثالث، خدنا الديفنس وطلعنا على خط ال 18، اتلعبت برضو الرقابه فيها مشكله. يا جماعه الرقابه في الضربات الثابته يا بتراقب واحد مان تو مان، فالراجل ده بيمسك الراجل ده ما بيسيبوش، او بتزون يعني ايه 3 4 لعيبه واقفين في الحته فانا مسؤول عن المنطقه دي. فدايما بلعب ان اللعيبه دي قويه في العاب الراس بيشيلوا الكوره، او ميكس جزء زون وجزء مان تو مان. فدي مشكله ان انت دلوقتي انت مش عارف انت بتدافع ازاي اصلا. انت عندك مشكله، ولا كوره عاليه قدرنا ناخدها. وعلى فكره كنا كده برضو في ماتش نيوزيلندا، بس كانت كارثه كبيره جدا الحقيقه في الماتش بتاع كرواتيا، لان هي كلفتنا جونين وكانت ممكن تكلفنا اكتر. المشكله بقى اكبر ان انت وانت خسران 2-1 وانت خسران 3-1 وانت بتحاول تبقى رد فعل، نزلت مصطفى فتحي وعملت تغييرات في نص الملعب، والشكل بقى 4-4-2. 4-4-2 بمعنى ان حتى لما مصطفى نزل انا ما فهمتش هو مصطفى بيلعب فين. مصطفى راح ناحيه اليمين وتريزيجيه ناحيه الشمال ومرموش جنب مصطفى، حلو قوي. فجاه يعني بيلا اي وكوكا ومروان في النص، فجاه بيلا اي مبرر بتلاقي تريزيجيه هو اللي بيخش يبقى مهاجم، ومرموش بيبقى على الشمال، ومصطفى بينزل لتحت. التحركات الكتيره دي مش مظبوطه، مفيش فرقه بتدافع كده. دخل فيك الجون الثالث، قام كابتن حسام مقرر ان هو انا ايه هلعب الكل في الكل، احاول اسجل على عيني وعلى راسي. بس هل ينفع منتخب مصر يلعب قدام كرواتيا بخمس مهاجمين، بخمس لعيبه؟ مع كامل احترامي انا حتى بشوف ان دي مش فرصه. انا لو عايز ادي فرصه للشامي او ادي فرصه لاحمد عاطف او ادي فرصه للعيبه دي، اديها فرصه في ماتش نيوزيلندا، اديها فرصه قدام خصم اضعف، اديها فرصه وانا منتخب متعادل كسبان. لكن ما اديهاش فرصه وانا خسران 3-1 من كرواتيا، هيعملوا ايه؟ فيبقى شكل منتخب مصر 4 كوكا 5 5. انت ما تقدرش مصطفى فتحي، احمد عاطف، محمد الشامي، محمد شريف، وكان تريزيجيه كان طلع في الملعب، مصطفى شلبي.
مصطفى شلبي واحد من اللعيبه. الخمسه دول بيعملوا ايه؟ مين فيهم بيلعب ايه؟ يعني محمد شريف مهاجم، طب احمد عاطف بيلعب ايه؟ طب مصطفى فتحي يمين، مصطفى شلبي شمال، محمد الشامي بيلعب ايه؟ وبعدين لما نخسر الكوره تلاقي شلبي والشامي بيحاولوا يرجعوا يلحقوا في نص الملعب، احمد عاطف بيرتد، فتحولت الى يا جماعه اللي يلحق يوصل للجون يوصل. هنا دي مشكله فنيه. انت مش شرط ان انت خسران وعايز تتعادل تطلع لعيبه نص الملعب وتنزل مهاجمين، ما هو مين هيوصل الكوره؟ احنا عندنا لقطه في الوقت الضايع من الشوط الاول، منتخب مصر عباره عن الخمس ست لعيبه كده، وبعدين فجوه، وبعدين اتنين لعيبه كده. مش ممكن، ده مش شكل منتخب مصر، مش طبيعي. دي مشاكل كلها لازم تتحل، دي مشاكل كابتن حسام لازم يشوفها. والحقيقه الشيء بالشيء يذكر. كابتن حسام بعد الماتش اتكلم ان انا عندي غيابات، عندي غيابات. امام ناقص، طبعا امام مؤثر، زيزو ناقص، زيزو مؤثر. مش فاكر قال مين تاني، بس ما قالش محمد صلاح برضه. يعني الحقيقه انا مش عارف هل احنا محتاجين يا جماعه نظبط علاقتنا بمحمد صلاح، يعني الجهاز ومحمد صلاح دي يحصل حاجه، لان انت عندك مشاكل كبيره جدا 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 من غير محمد صلاح، وعندك مشاكل فنيه مهمه جدا. حتى لما صلاح يجي مش هتدافع بالاسلوب ده. اتمنى نغير اسلوب الدفاع، اتمنى نبقى عارفين ان الضغط مش جري ورا الفرق. ما ينفعش اطلع اضغط، اطلع مروان عطيه يطلع يضغط من على كوس ال 18. هو مروان عطيه ده اصله مش راكب يعني جولف كار هيلحق يرجع، فالراجل عبال ما بيرجع ما فيش حتى لعيب واحد بيروح يغطي مكانه. ده مروان راح لعب، اخد كرة على اليمين في هجمه اتقطعت، مروان رجع بسرعه ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، كوفازيتش اخد الكوره وعدى 20 30 يارده في القلب كده لوحده زي السكينه في الحلوه، مفيش لعيب قال له انت رايح فين. طب اللعيب التاني اللي بيلعب في نص الملعب او لعيب من الاجنحه مش شايف ان زميله ده طلع اتقدم فانا اوتوماتيك اروح لا في القلب الملعب؟ مشكله كبيره جدا، عندنا مشاكل كتيره. هل ده معنى كده ان كابتن حسام، احنا قلنا ان كابتن حسام، لا، كابتن حسام محتاج يشتغل على بعض الحاجات. قصه يا جماعه الروح والجرينتا والقلب كل الحاجات دي على عيني وعلى راسي. انا مقتنع ان المدرب الوطني او مدرب المنتخب ممكن يكون قريب من اللعيبه. حتى هو اتكلم مع اللعيبه بعد الماتش قال لهم ارفعوا راسكم، يعني ده ماتش ودي، وطبعا ده ماتش ودي في الاول وفي الاخر خسرنا ماتش ودي، المهم ان انت تبقى جاي. ودي مهمه على فكره مفيده كابتن حسام، لان هو هيلعب ماتش بوركينا وغينيا وهو عارف شويه مشاكل من اللي عنده، شاف بعض اللعيبه يقدر يختار بعد كده على هذا الاساس، يعني مع اللعيبه اللي لسه هتنضم ان شاء الله للمنتخب. عندك مشكله كبيره في حراسه المرمى، عندك لان انت ما تقدرش تحدد هو مين حارس مرمى منتخب مصر. اعتقد يعني طالما انت اديت لابو جبل الماتشين يبقى ابو جبل هو الحارس اللي هيلعب الماتش الجاي، ده الطبيعي. ما ينفعش بقى تيجي في الماتش الجاي مثلا تلعب عواد، ما ينفعش لما تلعب المهدي، ما ينفعش تلعب شوبير، خلاص ما ينفعش. لان ما اعرفش، اعتقد الشناوي هيكون رجع ولا لا، يعني يا رب يكون الشناوي رجع او امام رجع، الاثنين مفيدين، وزيزو اللعيبه اللي غايبه عن منتخب مصر دي تكون موجوده وليها، وطبعا محمد صلاح يعني. فاتمنى بس ان كابتن حسام يراجع قناعاته، في بعض القناعات محتاجه مراجعه. ما ينفعش وانا بتابع الكوره وانا اضغط من اول الملعب يبقى عندي لعيب خمس ست لعيبه على حدود ال 18 بتاعه الفريق المنافس وثلاث اربع لعيبه في نص الملعب، فيبقى عندي فجوه في النص، واللعيبه ما ينفعش تجري كل معدلات الجري دي، وما ينفعش ادي ادوار صعبه ومركبه لمرموش ولتريزيجيه. احنا بالمناسبه بقى اخيرا قبل ما نقفل الفيديو، كابتن حسام حسن محظوظ دلوقتي، المدرب اللي بيدرب منتخب مصر دلوقتي، ان عنده صلاح، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد، اربعه زي ما بيقولوا كده بيطلعوا نار من بقهم، تحتيكوا بقى زيزو، تحتيكوا امام عاشور، فعندك لعيبه كويسه. فما ينفعش وانا عندي الاربعه دول اجي اخد 50 60% من قوتهم اخليهم يدافعوا، لا، انا لازم يكون عندي شكل واستراتيجي معينه في طريقه الديفنس بتاعتي من نص ملعبي هي اللي تخليني ادافع، يرتدوا دفاعيا في اوقات لما تكون خسران الكوره، لكن ما يبقاش الكور اول ما اخسر الكوره ابص فين الاقي تريزيجيه جوه ال 18، ابص فين الاقي مرموش جوه ال 18. ده مش دوره. امال هتطلع على مين؟ هتعمل تحول هجومي على مين؟ انت كده عايز لعيبه تكون راكبه فعلا، يعني ايه، جولف كار، تجري من اول الملعب لاخره وهترجع كده، ما ينفعش. يعني يا رب ما كنتش طولت عليكم، يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون افضل لمنتخب مصر. عندنا ماتشات كتير قوي للانديه كلها لحد ما المنتخب يجي يلعب ان شاء الله في شهر 6. يا رب يا رب يا رب في شهر 6 نقدر نكسب بوركينا، ده ماتش مفصلي جدا جدا، ما يبقاش اي لا قدر الله فصول بايخه، نكسب بوركينا وقدرنا نكسب كمان غينيا يبقى بنسبه كبيره قدرنا نوصل. وخليك فاكر انه كابتن حسام هيستلم المهمه وهو متربع على صداره المجموعه بست نقط ان شاء الله. التوقف جاي يجيب لنا كمان ست نقط، نبقى 12، نبقى امنا نفسينا بنسبه كبيره. اشوفكم على الف خير ان شاء الله.